السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الثانوي. النهاردة إن شاء الله بنبتدي قصة جديدة، بنبتدي حدوتة جديدة. إن شاء الله هنبدأ ننزل أول محاضرة مجانية لكل طلابنا على اليوتيوب بإذن الله. مش عايز اطول عليكم كتير، بس احنا خلصنا منهج اولى ثانوي السنه اللي فاتت. اتكلمنا في كل الاشياء اللي فاتتنا. احنا مش هنعمل مراجعه النهارده، بس هنبدا بجزء جديد، وان شاء الله الاجزاء اللي هتحتاج مراجعه ان شاء الله هراجعها مع حضراتكم مع وقتها باذن الله. هنبتدي النهارده بدرس الساعه، اول درس في منهج تانية ثانوي اسمه دي اور تسايت. ودي اور تسايت يعني الساعه. طيب احنا عايزين نحكي عن الساعه ونقرا الساعه ونعرف الالمانيين بيقروا الساعه ازاي. بس قبل ما نقرا الساعه مع بعض هحتاج ان انا اراجع لك على تكه صغيره من اولى ثانوي، وهي دي تسالن. ودي تسالن يعني الاعداد. يبقى احنا بدايتنا كده قبل ما نتكلم عن الساعه عايزين نتكلم عن الايه؟ عن العدد. العدد لازم ابقى حافظه كويس. اساسنا في تكوين الارقام الجزء اللي من 1 لحد 10، فتعالى نقرا تاني. الواحد اسمه ايه؟ 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قولهم تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دول الارقام اللي عندي من 1 ل 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب 11 و12 كان اسمهم 1000 12. 1000 12. 1000 12. قولهم كمان مرة معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب من رقم 13 باخد العدد اللي انا حافظه واقول عدد زائد رقم التسين اللي هو رقم 10. طيب تعالى كده، انت قلت التلاتة دراي 13 دراي تسين، 4 4 14 4 تسين، 5 5 15 5 تسين. خد بالك ان في الستة الاس بتحذف، فبدل ما اسمها زكس هيبقى اسمها زش تسين. اسمها يا شباب زش تسين. زكس زش تسين. زكس زش تسين. زيبن هتبقى زيب تسين. زيبن هتبقى زيب تسين. أخت تسين. أخت تسين. نوين تسين. نوين تسين. يبقى إذا من 13 لحد 19 باخد العدد وأحط له كلمة تسين. هقولهم تاني واسمعهم. دراي تسين، فير تسين، فمف تسين، زيش تسين، زيب تسين، أخت تسين، نوين تسين. ده بالنسبة لحد رقم 19. يبقى إذا اللي أنا قلته من 3 ل 9 هو اللي قلته من 13 ل 19. طيب تعال نشوف الجزء اللي تحت كده زي رقم 20. ال20 اسمها تسفانزش. اسمها يا شباب تسفانزش. 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 ده رقم كام؟ 20. طيب فيما بعد ال20 بقوله زي ما بنطقه، يعني 21. 21. 21. طيب 22 يبقى 22. طيب 23 تبقى 23. 24 24. طب لو بقت 25 تبقى ايه؟ 25. 25. يبقى زي ما بقولها بالعربي بنطقها ألماني. طيب أنا بقى بالنسبة للأرقام اللي هي ال 30 40 50 60 لحد 90، احنا قلنا ال10 اسمها تسين، ال20 اسمها 20، 30 اسمها دراي سش. يبقى خد بالك ان من اول 30 بحط مقطع تسش. دراي سش، فير تسش، فمف تسش، ال60 زش تسش. 70 اسمها ايه ال60 تاني؟ زش تسش. شش غلط، قولها تاني. زش تسش. زش تسش. قول كل واحدة لوحدها. زش والتانية تسش، يبقى الاتنين على بعض زش تسش. ايه تاني كده؟ زش تسش. طبعا انت عمال تقول شش وعمال تعمل حاجات غريبة دلوقتي انا ماليش دعوة بيها. طيب تعالى على 70. زيب تسش. 80. أخت تسش. 90. ناين تسش. 90 اسمها ايه؟ ناين تسش. وال100 اسمها هوندرت او اين هوندرت. اين
100. يبقى إذا لو أنا ناصح أنا أساسي كان رقم 3 اسمه دراي، بقت 13 دراي 10، بقت 30 دراي 6. 4 4 يبقى 14 4 10 يبقى 40 4 6. 5 5 5 10 5 6. فالستة اسمها 6 يبقى 16 زيش 10 وال60 زيش 6. 7 7 17 زيب 10 70 زيب 6. 8 8 18 9 80 6. 9 9 19 9 90 90 9 6. مهم جدا انك قبل ما تبدأ في درس الساعة انك تحفظ لي الارقام اللي قدامك دي كلها اهي. ادي الارقام هسيبها لك، شوف شكلها احفظها كويس. يلا بقى نبدأ الجزء الجديد اللي احنا عايزين نشتغله. بسم الله نبدأ موضوعنا النهاردة بإيه؟ عايزين نبدأ بقاعدة الساعة أو درس الساعة، فنسمي الله كده ونقول بدايتنا إيه هي. أول حاجة الساعة اسمها شباب دي أور تايت. دي أور تايت يعني ايه أور تايت؟ يعني التوقيت او الساعة. طيب ازاي بنسأل يا مستر عن الساعة؟ بنسأل بسؤالين يا شباب. اول سؤال للسؤال عن الساعة بقول الكلمة دي في شبيت ist es. يبقى أول أسلوب للسؤال عن الساعة wie spät ist es. wie spät ist es. wie spät ist es. تاني طريقة للسؤال عن الساعة إن أنا أقول wie viel Uhr ist es. wie viel Uhr ist es. يبقى في كام أسلوب للسؤال عن الساعة مستر؟ 2. قولهم تاني كده. wie spät ist es. wie viel Uhr ist es. wie spät ist es. wie viel Uhr ist es. طب لما باجي برد أقول ist الساعة تكون، وبحط هنا يا رجالة الإيه؟ الساعة، وبعد الساعة بحط كلمة أور، ولو في دقايق بحطها زي ما هي. واللي أنا عملته ده يا رجالة اسمه الاسلوب الرسمي. اسمه الاسلوب الايه تاني؟ رسمي. رسمي يعني ايه يا مستر؟ رسمي يعني بستخدمه في الاذاعه، بستخدمه في التلفزيون، بستخدمه في مواعيد القطارات، مواعيد الطيارات، اي مواعيد رسميه بتقرر من خلال الدوله بستخدم الاسلوب الايه؟ الرسمي. طب الرسمي ده بيتنطق ازاي؟ بيتنطق كالطريقه اللي انا هقولها بالظبط. الساعه 7:20 بنفس الطريقة كده. الساعة 5:30. الساعة 1:25. ده اللي أنا بعمله في الأسلوب الإيه؟ الرسمي. طب إزاي بنكونه؟ ساعة أور عدد دقايق. ساعة أور عدد دقايق. طيب تعالى نمشي خطوة خطوة ونفترض مع بعض شوية أرقام ونحل على أساسها. عايزين نقول إن الساعة دلوقتي 3، إن الساعة دلوقتي 4، إن الساعة دلوقتي 5، إن الساعة دلوقتي 6، إن الساعة دلوقتي 7، الساعة دلوقتي 8، الساعة دلوقتي 9. طيب هنقرا الساعة دي ازاي؟ تعال نجرب سوا. هنبدأ نقول إن الساعة الآن 3، فأقول ist 3 Uhr. ist 3 Uhr الساعة 3. يبقى إذا الساعة 4 ist 4 Uhr. كده أنا قلت له إن الساعة 4. يبقى إذا الساعة 5 ist 5 Uhr. ist 5 Uhr. يبقى الساعة 6 ist 6 Uhr. طب قول لي بقى الساعة 7 يبقى ist 7 يعني 7 يبقى 7 Uhr. طب الساعة 8 ist 8 Uhr. ist 8 Uhr. يبقى الساعة 9 ist 9 Uhr. ist 9 Uhr. أنا كده قلت الساعة لأن مفيش دقايق. طب يا مستر افترض دلوقتي إن بدل ما الساعة كانت 3 بقت الساعة يا مستر 3 و5، بدل ما الساعة 4 بقت 4 و10، بدل 5 بقت 5 وربع، بدل 6 بقت 6 وتلت، بدل 7 بقت 7 و25 دقيقة، 38 دقيقة، 9 35 دقيقة. طيب ده أعمله إزاي يا مستر؟ تعالى نجرب كده مع بعض. هنقول إن الساعة 3 وإيه؟ و5، 4 و10،
5 وربع، 6 وتلت، 7 25، 8 30، 9 35. اعملها ازاي يا مستر؟ هتحط عدد الدقايق زي ما هي يا كابتن. ازاي؟ دراي اور يعني الساعة 3، هتيجي زي الشاطر تقول له دراي اور اس است دراي اور 5. es ist 3:05 يعني الثالثة 5 دقائق. طيب الساعة 4 10 دقائق أقول له 4:10 4:10. الساعة الخامسة 15 دقيقة يبقى 5 الخامسة 15 يعني 15 يبقى 5:15 الساعة الخامسة 15 دقيقة. شفت الأسلوب رسمي إزاي؟ إحنا ما بنتكلمش كده في الشارع، إحنا بنتكلم في الشارع إيه؟ الساعة معاك كام يا معلم؟ الساعة 5 وربع يا صاحبي، الساعة 5 إلا ربع يا صاحبي. ده بقى الأسلوب التاني اللي هو الأسلوب الخاص، بس خلينا في الرسمي. الساعة 6 6 اور 26 دقيقة أقول له 6 اور 20 6 اور ايه؟ 20. طب الساعة 7 25 دقيقة أقول له 7 اور 7. ال 25 زي ما قلتها بالعربي حولها ألماني 5 5 und 20 20 يبقى كلها على بعض اسمها رجالة 7 اور السابعة 5 und 20 25 دقيقة. طب 38 يا مستر 8 8 اور. طب وال 30 يا مستر اسمها 30 يبقى كلها على بعض اسمها رجالة 8 اور 30 8 اور 30 الثامنة 30 دقيقة. طب 9 35 9 اور 9. طب ال 35 5 يعني 5 ويعني und وال30 30 يبقى كلها اسمها يا شباب اسمها 9 اور 5 und 30 9 اور 5 und 30 يعني التاسعة 35 دقيقة. طب يلا اديك واحدة وانت حلها. عايز اقول الساعة 10 و40 دقيقة هتقول لي ايه؟ هتقول لي ist 10 يعني ايوه سامعك جدع 10 ايه وراها 10 اور كده بقت الساعة 10. طب وال40 يعني 40 يبقى كلها اسمها يا فندم 10 اور 40 العاشرة 40 دقيقة. طيب ما تيجي نعمل حاجة حلوة، تعالى ناخد اللي احنا عملنا ده ونطبقه في أمثلة. تعالى نسمي الله ويلا بينا. فين الكتاب بتاعنا؟ اهو يلا يا معلم وريني نفسك بقى. بسم الله. هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بأول قاعدة تخص الساعة وهي الأسلوب الرسمي. ده الكتاب بتاعنا يا شباب، كتاب موجود في السناتر وموجود كمان شحنه أونلاين، لأنك تقدر تتابع معانا السنة دي من خلال المنصة وتتابع معانا من خلال اليوتيوب. هنزل لك امتحاناتك كمان أونلاين وهنزل لك التسميع بتاعك أونلاين، وإن شاء الله هنبقى معاك أونلاين أو في السنتر، فاحتجت أي حاجة ابعت لنا. تعالى نبدأ. هنا بيقول لي اكتب الساعة بالأسلوب الرسمي. في شبيتست اس كم الساعة الآن؟ تعالى نسمي الله ونشوف كم الساعة الآن. انتوا شطار وانتوا متأسسين من أولى كويس جدا، وأنا عارف إن انتوا هتشرفوني وتساعدوني كمان إن احنا نطلع مستوى أحسن وأحسن من سنة أولى كمان. أول واحد بيقول لي اكتب الساعة كام؟ الساعة 2:10. أقول له ist 2 اور يعني 2. طب وال10 10 يبقى كلها اسمها 2 اور 10 2 اور 10. الساعة 3 15 دقيقة 3 اور 3. طب وال15 15 يبقى كلها اسمها ايه؟ 3 اور 15 3 اور 15. الساعة 4 30 دقيقة ال4 4 اور وال30 اسمها 30 يبقى اسمها على بعض 4 اور 30 4 اور 30. الخامسة 20 دقيقة تبقى 5 اور يعني 5 وال20 اسمها 20 يبقى كلها على بعض اسمها 5 اور 20 5 اور 20. 6 35 دقيقة الستة 6 اور الستة 6 اور. طب وال35 5 und 30 يعني 5 und 30 يعني 35. يبقى إذا الرسم ده سهل جدا يا مستر، ده أنا بحط الساعة كلمة اور عدد دقايق بالظبط كده. جرب تاني. كام الساعة؟ 7 أهو
7 اور. كده انا قلت له بس الساعه 7. طب كام دقيقه يا مستر؟ 40. الاربعه اسمها فير، عشان تبقى 40 احط تسش، يبقى كلها اسمها فير تسش. فير تسش. طب جرب 8 50 دقيقه. يا مستر الثمانيه اسمها اخت، وعشان هي الساعه تبقى اخت اور، والخمسين الخمسة اسمها فنف، عشان تبقى 50 حط تسش يبقى اسمها فنف تسش. يبقى كلها على بعض اسمها يا رجالة اخت اور فنف تسش. اخت اور فنف تسش. 9 55 يا مستر. طب 9 9 اور 9. 55 5 5 und و 55. يبقى كلها على بعض اسمها ايه؟ 9 اور 5 und 55. 9 اور 5 und 55. طب الساعة 12 و5 اقول له 12 اسمها 12. 12 اسمها ايه؟ ايوه سامعك اللي بتقول لي زولف. زولف ده مش عايز اقول لك هو ايه. اقرا تاني. 12 12 12 12. طب 12 ايه؟ 12 اور يعني الساعة 12. كام دقيقة؟ 5 5. يبقى كلها على بعض اسمها ايه؟ 12 اور 5. 12 اور 5. طب الساعة 11 25 دقيقة. 11 1000. 1000 ايه؟ 1000 اور. كده انا قلت له 11. طب ال 25 هقول له 5 und 20. 5 und 20. 11 اور 5 und 20. 11 25 دقيقة. طيب تعالى نشوف اللي بعدها كده وركز معايا. آخر توقيتين عندك أهو. الساعة 15 و20 دقيقة. طب يا هير يعني إيه الساعة 15 ومش فاهم؟ 15 دي يا ريس يقصد بيها الساعة 3 بعد الظهر. طب أنت عرفت منين يا هير؟ مسكت ال 15 يا ناصح وطرحتها من ال 12 ساعة لقيت إن الساعة 3. طب هل يقصد بيها 3 أم مورجن في الصباح؟ 3 أم نخمتاج بعد الظهر. يعني اقصد ايه يا هير؟ اقصد ان الاوقات اللي من بعد 12 بتطرح من 12. لو الساعه 13 يبقى كده الساعه 1 الظهر، الساعه 14 يبقى 2 الظهر، الساعه 15 يبقى 3 الظهر، الساعه 16 يبقى 4 الظهر، الساعه 17 يبقى 5 الظهر، الساعه 18 يبقى 6 مساء. اطرح ال 18 من 12 هتديك الساعه 6، مش صباحا 6 مساء، لان في المانيا مش بنكتب اي ام وبي ام، بنتعامل بتوقيت ال 24 ساعه. طيب الساعه 15 و20 اكتبها زي ما هي. 15 يعني ايه؟ يعني 5 10. ده 15 5 10. 5 10 ايه؟ 5 10 اور يعني الساعه 15. طب انا اكتبها 15؟ اكتبها 15 بس افهمها ايه؟ افهمها ان الساعه 3 العصر، يبقى 5 10 اور الساعه 15 20 دقيقة. طب تحت الساعة كام؟ 17 ونص. اللي هي ايه 17 ونص دي؟ لا مؤاخذة، اطرح ال 17 ناقص 12 هتديك الساعة 5. 5 الفجر؟ 5 مساء او 5 بعد الظهر. طب ما دام 5 بعد الظهر يبقى اقول له ال 17 اللي هي زيب 10 اور كده الساعة 17 و30 دقيقة. وبكده يكون خلصنا الاسلوب الرسمي. يبقى عشان ما نطولش على بعض، اول اسلوب لقراءة الساعة اسمه الاسلوب الايه؟ الرسمي. ده بيتقري ازاي يا هير؟ ده سهل جدا. بعمل ايه يا شباب؟ بكتب ساعة، بكتب اور، بكتب عدد دقايق. ساعة اور عدد دقايق. ندخل بقى على ليفل الوحش، وهي الحتة اللي بالنسبة لي شايفها انها اتقل سنه. الجزء الثاني من الساعه، مش همسح لك الجزء الاول وهخليك تقارن ما بينهم دلوقتي، بس ركز معايا. الجزء الثاني من الساعه بقى ده جامد قوي، محتاج بقى ناس رايقه كده، ناس بتفكر، ناس معاها كوبايه قهوه جميله زي الكوبايه اللي معايا دي، وتقعد تركز في اللي هنقوله. ركز معايا، ركز بقى. احنا عايزين نتكلم برضو عن الاورد سايت الساعه، بس المره دي بالاسلوب البريفات. يعني ايه بريفات؟ يعني اسلوب خاص. بريفات يعني اسلوب ايه يا رجاله؟ خاص. يبقى انا كده عندي اسلوبين، اوفيتسيل بريفات. اوفيتسيل يعني رسمي اللي احنا قلناه اللي هو بتاع الساعه الثالثه 20 دقيقه ده. طب الخاص لا، ده بقى بريفات. البريفات ده الطريقه المستخدمه ما بين الاشخاص وما بين بعضها، الناس في الشارع بتستخدمه، اللي احنا كمان بنستخدمه هو. طيب الخاص ده بنقوله ازاي يا شباب؟ قال لك في الطريقه الخاصه ما بنبداش بالساعه، في الطريقه الخاصه بنبدا بعدد الدقائق ونشوف عدد الدقائق ده نخ
بعد ولا فور قبل؟ او بمعنى اصح ناخ بمعنى وفور بمعنى الا. مش احنا بنقول وخمسة يبقى استخدم كلمة مين؟ ناخ. بقول الا خمسة استخدم فور. بقول وربع استخدم ناخ. بقول الا ربع استخدم فور. بقول وعشرة استخدم ناخ. بقول الا عشرة استخدم فور. بقول ونص وخمسة استخدم ناخ. قلت ونص الا خمسة استخدم فور. يبقى كلمة و هي ناخ، بس ناخ اصلا معناها بعد، وكلمة إلا هي فور، بس فور أصلا معناها قبل. يبقى أنا كده بترجمها في ذهني كشخص ألماني إزاي؟ فكر بتفكير الشخص الألماني مش بتفكيرك المصري المعاق عبيط. أمال أفكر بمين؟ أفكر بتفكير الشخص الألماني. بيفكر إزاي؟ هو بيفكر إن في دقايق قد إيه بعد الساعة، أو في دقايق قد إيه قبل ما تبقى ساعة. ايه بقى ده بقى؟ مش فاهم حاجه هير. دوهتني خالص. تعالى بقى اقول لك انا بقى على جنب واحده واحده. سمي الله. اهو هنبدا نقول مع بعض ان الساعه 3 و5، 3 و10، 3 وربع، 3 وتلت. بص انا قلت ايه بالعربي يا مستر؟ 3 و5، 3 و10، 3 وربع، 3 وتلت. يبقى انا بالبلدي معايا قد ايه دقايق؟ انت قصدك ابدا بالدقايق؟ ايوه طبعا. في قد ايه دقايق؟ 5. مالهم الخمس دقايق؟ بعد الثالثة. 5 دقائق بعد الثالثة. طب تحت في قد ايه؟ في 10 دقائق. مالهم؟ بعد الثالثة. تحت في قد ايه؟ في ربع. ماله؟ بعد الثالثة. هنا في قد ايه؟ في تلت او 20 بعد الثالثة. طب ما تيجي نركبها بقى واحدة واحدة. كم دقيقة؟ 5. يبقى هقول له ايه؟ اقول له 5 دقائق ناخ بعد ما الساعة بقت دراي اور. طب ما تقرا من ورا كده هتتأكد اللي انت كاتبه صح. بقت الساعة 3:05 دقائق. 5 nach 3 Uhr. 5 nach 3 Uhr. انا كشخص ألماني فهمتها ايه؟ فهمتها 5 دقائق بعد الثالثة. 5 دقائق بعد الثالثة. يبقى هنا في قد ايه؟ في 10 دقائق nach بعد دراي اور. 10 nach 3 Uhr. 10 دقائق بعد الثالثة. اقرا من ورا لقدام. بقت الساعة 3:10 دقائق. وخد بالك في الخاصة الربع بنسميه فيرتل. الربع بنسميه فيرتل. والنص بنسميه هالب. النص بنسميها يا شباب هالب. طب تعالى هنا في قد ايه؟ في من الدقايق ربع. فاقول له فيرتل ربع ساعة ناخ بعد دراي اور. فيرتل ناخ دراي اور. فيرتل ناخ دراي اور يعني اور ربع بعد ما بقت 3. طب وهنا 20. ال20 هكتب مصطلح 20 اللي هو 20 دقيقة ناخ دراي اور. يعني 20 دقيقة بعد ما بقت 3. يبقى إذا أول 4 توقيتات خليك ناصح. أدي الساعة بتاعتك. لو كتب لك هنا و5 يبقى يقصد يقول 5 nach ده و5. لو كتب لك هنا و10 يبقى يقصد يقول 10 nach. لو كتب لك هنا وربع يبقى يقصد يقول فيرتل ناخ. طب لو كتب لي كده و20 يبقى عايز يقول 20 nach. يبقى انت لو انت ناصح اي توقيت في و5 بنقول ايه عشان نقول و5؟ 5 nach، و10 10 nach، وربع فيرتل ناخ، وتلت 20 nach. واصله؟ طب اعكس بقى. يعني ايه اعكس؟ يعني تعالى بقى نعمل الحركه دي وركز بقى في الحته دي عشان ايه اكتر حته الناس بتقع فيها. لو انا قلت لك دي 2 و5 صح؟ 3 و5 اسف. طب لو قلت لك دي كده اقرا كده الفرق. اللي فوق كان اسمها ايه؟ 3 و5. طب واللي تحت 2 55. لا يا ناصح 2 55 ده يبقى انت كده لسه معايا ورا في الاسلوب الرسمي مش في الخاص. 2 55 يبقى انت معايا في الرسمي. انا عايز اقول زي ما انا قلتها فوق بدل 3 و5 تبقى 3 5. طب اقرا اللي فوق دي كده 3 و10 صح؟ طب كده بقت ايه؟ هتقول لي كده بقت 3 10. طب فوق كانت 3 وربع
كده بقت ايه؟ هتقولي كده بقت 3 الا ربع. طب كده فوق 3 وتلت كده بقت ايه؟ هتقولي 3 الا تلت. سؤالي بقى لكل اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، انا لما اجي اقول دلوقتي 3 الا 5، هل ذكرت ال 55؟ هل ذكرت الاثنين؟ ايه ده؟ تصدق لا، ما قلتش ولا 2 ولا قلت 55، انا قلت 3 الا 5. 3 الا 5 يعني فاضل قد ايه من الدقايق؟ فاضل 5. يبقى اذا انا هلعب على مين؟ عدد الدقايق قبل ما تبقى الساعة كام؟ او زي ما بنقول بالبلدي، فاضل قد ايه وتبقى قد ايه؟ فاضل قد ايه وتبقى قد ايه؟ يعني هنا يا مستر فاضل فاضل 5 دقايق، بس مش ناخ فور قبل دراي اور قبل الساعة 3. يا مستر انت كتبت دراي، دي غلط، المفروض تكتب اتسفاي. يا عم العبيط، اتسفاي يعني 2، وانا لو كتبت 2 بقت الساعة 2 الا 5، هي الساعة 3 الا 5. 5 دقائق قبل الثالثة، 5 دقائق قبل الثالثة. يبقى اللي تحت سين 10 دقائق فور قبل دراي اور، يعني 10 دقائق قبل الثالثة. طب تحت 3 إلا ربع، يبقى ربع فيرتل فور دراي اور. يعني فيرتل فور دراي اور يعني ربع قبل ما تبقى 3. آخر واحدة 20 دقيقة فور قبل دراي اور، يعني الساعة 3 إلا 20 دقيقة. ماشي، يبقى احنا كده يا شباب ثبتنا 4 أفكار، يا إما فنف نخ 5 دقائق بعد، يا إما فنف فور 5 دقائق قبل. تسين نخ و10، تسين فور إلا 10، فيرتل نخ وربع، فيرتل فور إلا ربع، تسفنزش نخ وتلت، تسفنزش فور إلا تلت. يبقى أنا لو مستر تعالى نعمل لعبة حلوة قوي، ما تيجي هنا نرسم ساعة ألخص لك كل اللي قلته. ادي الساعة بتاعتك اهي، صح؟ مش انت لما بتيجي في البيت تلاقي هنا مكتوب كده 5، وهنا مكتوب 10، وهنا مكتوب ربع، وهنا مكتوب تلت، وهنا بتلاقي مكتوب 55، وهنا مكتوب 50، وهنا مكتوب 45، وهنا مكتوب 40. بالبلدي بقى خليك ناصح معايا، دي كام؟ هتقول لي فوق دي 5، والناحية التانية كام؟ برضو الناحية التانية إلا 5، يعني أنا عايز أقول هنا و5 وعايز أقول هنا إلا 5. ال5 اسمها إيه؟ هتقول لي ال5 سهلة جدا إيه؟ اسمها فنف. طيب تعالى على اللي هنا دي، ال5 هنا فنف إيه؟ هتقول لي ال5 هنا فنف نخ، إنما ال5 هنا إيه؟ هتقول لي لا ده ال5 هنا فنف إيه؟ فور. يبقى أنا لما أحب أقول و5 أقول فنف نخ، أحب أقول إلا 5 أقول فنف فور. طب جرب تاني، ال10 اسمها إيه؟ تسين. طب ال10 اللي هنا 90 نخ، انما ال10 اللي هنا 90 فور اللي هي الا 10. طيب هنا ده ربع وهنا ده ربع، الربع اسمه فيرتل، الربع اسمه ايه؟ فيرتل. يبقى عشان اقول وربع هقول فيرتل نخ، عشان اقول الا ربع هقول فيرتل فور، فيرتل نخ فيرتل فور. طب ال20 اسمها تسفنزش، تسفنزش. يبقى اذا هنا ال20 تسفنزش نخ، هنا ال20 تسفنزش فور. قولها بقى تاني آخر مرة، فنف نخ فنف فور، تسين نخ تسين فور، فيرتل نخ فيرتل فور، تسفنزش نخ تسفنزش فور، و5 فنف نخ إلا 5 فنف فور، و10 تسين نخ إلا 10 تسين فور، وربع فيرتل نخ إلا ربع فيرتل فور، وتلت تسفنزش نخ إلا تلت تسفنزش فور. والنبي حلوة الأغنية. أدي الجزء الأولاني من الساعة. يبقى أنا كده اتكلمنا هنا على التوقيتات اللي هي الجزء ده والجزء ده. تيجي بقى نكمل هنا بقى يا فندم الحتة اللي في النص الجميلة دي. هنا بيبقى مكتوب كام يا مستر؟ بيبقى مكتوب 30. طب تعالى، قال لك عشان تقول إن الساعة 3:30، النص اسمه هلب. النص اسمه إيه؟ هلب. بس المشكلة مش فينا، المشكلة إن الألمان هبت منهم. قال لك 3:30 بتتقري ازاي؟ تتقري منتصف الرابعة. 3:30 ايوه منتصف الرابعة، يبقى 4:30 منتصف الخامسة. طب ولو 5:30 منتصف السادسة، لو 6:30 منتصف السابعة، يبقى 7:30 منتصف الثامنة. ايه بقى الهبل ده؟ يعني بالبلدي اي ساعة فيها نص اكتب نص وزود واحد، اكتب نص وزود
1 على مين؟ على الساعة. يبقى التلاتة ونص يا هير اسمها ايه؟ اسمها هالب فير اور. كده بقت 3 ونص. طب يا مستر بقت 4 ونص، هقول لك ايه؟ هقول منتصف الخامسة اللي هي هالب فنف اور. هالب فنف اور. يبقى 4 ونص هالب فنف اور. طب لو بقت 5 ونص تبقى هالب 6 اور. هالب 6 اور. يعني هالب 6 اور يعني فاضل نص وتبقى 6 او فاضل نص وتبقى 6. يبقى الخمسة ونص هالب 6 اور. 5 ونص هالب 6 اور. دي 5 وايه؟ ونص. طيب ده بالنسبة للنص. طب ما تقولوا معايا شفوي بقى قبل ما اخش على حاجة جديدة كده. 3 ونص هالب فير. 4 ونص هالب 5. 5 ونص هالب 6. يبقى 6 ونص هالب 7. يبقى 7 ونص هالب 8. يبقى 8 ونص هالب 9. يبقى اذا اي هالب بزود بعديه 1. طيب ده بالنسبة للنص. يبقى النص اهو ليه قاعدة. القاعدة بتاعته هالب بلس 1 على الساعة. يعني هالب زائد 1 على الساعة. طيب آخر توقيت هنا دي بتبقى 25 ودي بتبقى 35. قال لك في ال 25 عايز يقول إن في 5 دقائق قبل النص، وفي ال 35 عايز يقول إن في 5 دقائق بعد النص. مش انت يا برنس بتقولها بالعربي ونص الا 5 وبتقولها بالعربي ونص و5؟ ادي ونص اهي وادي الا 5. ادي ونص اهي وادي 5. مش فاهم؟ واحده واحده عليا يا مستر. انت لما قلت ان الساعه 3 ونص قلت انها هالب فير منتصف الرابعه. هقول لك صح، 3 ونص يعني هالب فير منتصف الرابعه. طب تعالى نفترض انها بقت كده. هل دي 3 ونص؟ لا يا مستر الصراحة دي 3 ونص إلا 5. اعتبر إنها 3 ونص واعمل عبيط. أهو يا مستر هعمل عبيط. 3 ونص اسمها هالب فير. عملت عبيط واعتبرتها إنها 3 وإيه؟ ونص. بس هي يا مستر مش 3 ونص. أنا هرجع بقى عاقل. 3 ونص إلا 5 يبقى فنف فور. فنف فور يعني فنف فور يعني 5 دقائق قبل منتصف الرابعة. يبقى 3 ونص إلا 5 5 دقائق قبل منتصف الرابعة. يبقى لو عملتها لك كده اقراها لي كده لو برنس تبقى جبتها صح. يلا 3 ونص و5 يبقى في ايه؟ يبقى في 5 دقائق ناخ بعد الهلب وزود 1 اللي هي هلب ايه؟ فير. وصلت؟ طب لو ما وصلتش مرة كمان عشان خاطر حبايب قلبي، مرة كمان يلا والله معاك لحد ما تفهم. كام دي؟ 4 ونص. هكتب ايه؟ هكتب نص هالب وازود 1 تبقى فنف. يبقى ال 4 ونص اسمها ايه؟ هالب فنف. يعني 4 ونص يعني 4 ونص. طب تعالى نقول انها 4 ونص إلا 5. 4 ونص و5 إلا 5 فنف فور. إلا 5 فنف فور و5 فنف ناخ و5 فنف ناخ. طب هي مين اللي 5 وهي مين اللي 5؟ النص. النص اسمه ايه؟ اسمه هالب وهزود 1 تبقى فنف. يبقى معناها العربي ايه؟ 5 دقائق قبل منتصف الخامسة، 5 دقائق بعد منتصف الخامسة. ده كده التوقيت اللي قدامك. يبقى ملخص سريع للساعة عشان ما تحسش ان الموضوع كبير عليك. الموضوع اهبل مما تتخيل. هي 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة 20 دقيقة. احفظهم. حفظتهم يا مستر؟ فنف اتسين فيرتل اتسفانزش. حافظهم. طب و5 بقول فنف ناخ. لو هي اللي 5 اقول فنف فور. و10 اقول اتسين ناخ. هي اللي 10 اقول اتسين فور. وربع اقول فيرتل ناخ. الا ربع اقول فيرتل فور. وتلت تفانزش ناخ. الا تلت اقول تفانزش فور. حلو. طب النص بكتب هلب وازود 1. بكتب هلب وازود 1. طب ونص و5 بقول ايه؟ بقول فنف ناخ اللي هي و5 وهلب وازود 1. طب ونص اللي 5 بقول فنف فور واقول الهلب وازود 1. ده بالنسبة للتوقيت كتوتال. طيب ناقصنا ملحوظة صغنططة قد كده. ايه هي؟ تعال نقولها معلش بالمرة. طيب تعال نكتبها هنا او خليها في صفحة جديدة.
يلا تعالى نقول دلوقتي، افترض معايا، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، تعالى افترض معايا الساعة كام دلوقتي؟ لقيتها ان الساعة في موبايلك 5 ودقيقة، بصيت تاني في موبايلك لقيتها الساعة 4:59. انت اولا كشخص هتقول لي ايه؟ هتقول لي الساعة تقريبا 5، او هتقول لي الساعة 5، صح كده؟ انا لو بصيت في موبايلي ولقيت الساعة 5 ودقيقة، او بصيت في ساعتي ولقيت الساعة 5 ودقيقة، هقول الساعة 5، مش هقول لك بقى 5 ودقيقة. لقيت الساعة 4:59 هقول لك برضو الساعة 5، مش هاجي اقول لك يا عم الساعة 4:59. ايه الدقة دي؟ امال هعمل ايه؟ هم الالمان عملوا زينا، قال لك لما الساعة تبقى أول 4 دقايق أو آخر 4 دقايق، يعني ودقيقة ودقيقتين وثلاثة وأربعة، إلا دقيقة إلا دقيقتين إلا ثلاثة إلا 4، يبقى أول 4 فوق وآخر 4 تحت. بعمل إيه؟ أول حاجة أقول إن هما الاتنين دول تقريبا 5، تقريبا اسمها جلايش، تقريبا اسمها جلايش، تقريبا 5 اور. يعني تقريبا 5 اور، يعني تقريبا الساعة 5، يبقى اللي فوق 5 ودقيقة هي مش 5، هي جلايش 5، تقريبا 5. تحت 4:59 هي مش 5، هي جلايش 5، تقريبا 5. يبقى إذا أول فكرة إن أنا أقرب الرقمين وأقول إن هم تقريبا 5. طب الفكرة التانية، مش الدقيقة دي كورتس؟ ايه كورتس ده يا مستر؟ كورتس يعني قليلا، كورتس يعني يا شباب قليلا، يبقى 5 ودقيقة قليلا بعد 5، 5 إلا دقيقة قليلا قبل 5. جرب اللي فوق، هتقول لي اللي فوق كورتس ناخ 5 قليلا بعد 5، واللي تحت كورتس 4 5 يعني قليلا قبل 5. وصلت ولا ما وصلتش؟ لو ما وصلتش هعملها مرة كمان. يلا انت بقى اللي هتساعدني اعمل دي. الساعة دلوقتي يا مستر معايا 6 و3 دقايق، الساعة معايا يا مستر 5 57 دقيقة. في الحالتين دول اقرب وقت ليهم هو ايه؟ فوق وتحت. فوق هقول تقريبا 6، تحت هقول تقريبا 6، هي هي اهي. فوق اسمها جلايش 6، يعني جلايش 6 اور، يعني تقريبا الساعة 6. طب وتحت جلايش 6 اور، تقريبا الساعة 6. يبقى في الحالتين تقريبا 6، تقريبا 6، لأن قربت أول 4 دقايق وآخر 4 دقايق لأقرب وقت، تقريبا 6، تقريبا 6. طيب لو أنا بقى عايز يا مستر أعملها بأسلوب تاني، أو ممكن تجيلي في الاختيارات يديني كلمة اسمها كورتس. لا، كورتس دي بتحتاج معاها حاجة من اتنين، يا نخ يا فور، يا نخ يا اما ايه؟ فور. طب معناها ايه كورتس؟ معناها وقت قليل. التلاتة وقت قليل بس بعد 6، التلاتة هنا وقت قليل بس قبل 6، يبقى كورتس فور 6 كورتس ناخ 6 اور. يعني ايه؟ يعني الساعة 6 ووقت قليل، الساعة 6 إلا وقت قليل. أتمنى تكون وصلت وكونوا فهمتوها ويكون خلصنا الساعة على خير. تعال نحل عليها، بس قبل ما نحل اعمل سكرين شوت لكل سبوراتك اللي احنا بدأنا بيها. ادي أول سبورة، ده الأسلوب الرسمي، ساعة اور عدد دقايق، ساعة اور عدد دقايق. دي تاني سبورة، ده الأسلوب الخاص أول جزء منه، و5 بنقول 5 ناخ إلا 5 5 فور، و10 تسين ناخ إلا 10 تسين فور، وربع فرت الناخ إلا ربع فرت الفور، وتلت تسفانزش ناخ إلا تلت تسفانزش فور. الجزء الثالث اتكلمنا عن نص، وقلنا إن النص بكتب هلب وأزود 1، ولو هي ونص إلا 5 يبقى 5 فور هلب، وهنا 5 ناخ هلب. ده الجزء الخامس، ده الجزء الأخير قصدي، اللي هو الكورتس ناخ والكورتس فور قليلا بعد قليلا قبل، أو تقريبا وأقرب وقت. تعالى بقى نرجع للكتاب بتاعنا ونسمي الله ونحل سوا. هنبدأ مع بعض بالجزء الخاص ونقارنه بالجزء الرسمي. بصوا يا شباب، ده ملخص في الكتاب اهو لشكل الساعة بتتقري ازاي. يعني مثلا هنا 5 ناخ 1000 يعني 11 و5، تسين ناخ دراي يعني 3 و10. اسلوب الساعة مش ازاي الرسمة اللي انا رسمتها لك ورا. بس احنا بقى نعمل ايه؟ احنا هنكتب الساعة هنا بالطريقة الرسمية والطريقة الخاصة، بس خلينا نبدأ بالخاصة اللي احنا لسه واخدينها عشان تثبت في دماغنا. احنا كتبنا على الرسمي.
ركز معايا على قد ما تقدر عشان تربط موضوع الساعة ده جامد جدا ومهم جدا عشان تالتة ثانوي. وخد بالك الساعة 8:15، يبقى أنا عايز أقول إيه بالعربي؟ ربع ساعة بعد 8:00. تعال نغير الأصفر ده عشان يبقى واضح. عايزين نقول ربع ساعة بعد 8:00. طب الربع ساعة، ربع ساعة اسمه فيرتل، وبعد اسمها ناخ، والثامنة اسمها أخت أور. يبقى كلها اسمها يا شباب فيرتل، ناخ، أخت أور. ربع بعد ما بقت 8. طب 12 عادي، دي سهلة، هي أقول له تسفولف أور، رسمي أو خاص هي تسفولف أور. هنا الساعة 12:10، هنا الساعة 12:10، في الطريقتين واحد. لكن هنا 2:30 بكتب نص اسمه هالب وازود واحد على الاتنين تبقى هالب دراي اور اللي هي منتصف الثالثة. طب اقرا لي دي بالعربي. 43 دقيقة، لا ده كده رسمي، انا عايز اقولها ايه؟ 4 إلا تلت، يعني 20 قبل الرابعة. 20 اسمها تسفانزش، قبل اسمها فور، والرابعة اسمها فير اور. طيب دي هقولها ازاي؟ 11:30 و5، يبقى 5 دقائق بعد منتصف 12:10. 5 دقائق 5 بعد اسمها ناخ، بكتب هالب وازود واحد على 11 تبقى 12 اللي هي تسفلف، يبقى اسمها 5 ناخ هالب تسفلف اللي هي 11:30 و5. 3 و5 يبقى 5 ناخ دراي اور. 5 ناخ دراي اور، يعني ايه 5 ناخ دراي اور؟ يعني 5 دقائق بعد 1:00. طب دي 4:30 تبقى منتصف 5. هالب 5 اور، هالب 5 اور، يعني ايه هالب 5 اور؟ يعني الساعة 4:30. الساعة 6:10 يبقى في 10 في 10 دقائق ناخ بعد 6 اور، 10 دقائق بعد 1:00. طب هنا 1:15 يبقى في تلت ساعة سفانزش مالهم ناخ بعد اين اور. خد بالك ما بقولش اينس، بقول اين بس. طب الساعة 3:30 إلا 5 يبقى 5 دقائق 5 قبل فور هالب منتصف الرابعة فير. 5 فور هالب فير، 5 دقائق قبل منتصف الرابعة. 8 إلا تلت، يعني في 20 في 20 دقيقة. فور قبل ما تبقى أخت اور قبل ما تبقى الساعة 8. طب ودي 2:30 يبقى منتصف 1:00 هالب دراي، هالب دراي اور. ده بالنسبة للطريقة البرايفت أو البريفات الخاصة. طب تعالى على الطريقة الرسمي اللي قدامي مكتوب، بكتبه زي ما هو. 8:15 أهي 8 أخت اور، 15 95 يبقى كلها اسمها يا شباب أخت اور 95. 1:00 15 دقيقة. 2:30 يبقى 2 اور درايسش، 2 اور درايسش. 43 تبقى دراي اور فيرتسش، دي كده 43. 11:35 يبقى 1000 اور 11. 5 und و درايسش 30. 5 und درايسش يعني 35. 3 و5 يبقى دراي اور 5، 3 5 دقائق. 34 دقيقة يبقى فير اور درايسش. 6 و10 يبقى 6 اور 10. 21 يبقى 1 اور 20. 3 25 يبقى دراي اور 5 und 20 اللي هي 25. 47 يبقى 7 اور 40 فيرتسش. طب 32 تبقى 2 اور وال30 اسمها درايسش. ده مقارنة سريعة ما بين الأسلوب الرسمي والأسلوب الخاص. آخر تمرين معانا نحله ونخلص كل حاجة للساعة اهو. التمرين ده ارجنسن ناخ اودر فور، حط ناخ
ولا احط فور؟ يعني هستخدم هنا اقول مصطلح ناخ ولا اقول مصطلح فور؟ شايف التمرين ده؟ شفت الولية اللي كانت بتقول ثانية كده، شفت الست اللي كانت بتقول في حاجة اسمها بوج؟ احنا عايزين نعمل زي الست دي. التمرين ده بقى يا معلم بيتحل بالبوج. يعني ايه بيتحل بالبوج؟ احنا كان عندنا الولايه بتاعت الميكروباص دي بتقول ايه؟ في حاجه اسمها بوج. هو ده نفس الكلام بيتحل بالبوج. يعني ايه بيتحل بالبوج؟ يعني اللي تقول فيه حط ناخ، واللي تقول فيه الا حط فور. يعني ايه؟ يعني هنا انت بص بتقول ايه؟ هتقول هنا ايه؟ هقول هنا 3 الا ربع، يبقى قلت الا يبقى حط فور. 4 الا 10 يبقى حط فور. 5 و10 يبقى حط ناخ، يبقى بيتحل بالبوج اهو. طيب 6 ووقت قليل يبقى ناخ. 11 إلا وقت قليل يبقى فور. إلا تلت يبقى فور. وربع يبقى ناخ. و5 يبقى ناخ. ونص و5 يبقى ناخ. ونص إلا 5، خد بالك إن دي ونص 25، ونص إلا 5، فتبقى بدل ناخ تبقى فور. يبقى بدل ناخ هتبقى فور. يبقى دي فور، دي ناخ، دي ناخ، دي ناخ، دي فور، دي فور، دي ناخ، دي ناخ، دي فور، دي فور. فهمتوا اللي انا اقصده يا شباب؟ يبقى هنا التدريب ده عباره عن ايه؟ عباره عن انا اشوف بقول ولا اشوف بقول الا. لو بقول بقول ناخ، بقول الا بقول فور. كان معكم هير احمد ثابت مدرس اللغه الالمانيه. يا رب تكون استفدت النهارده وفهمت مني يعني ايه الساعه. كل اللي عايزه منك انك تشترك معنا على القناه بتاعتنا عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله هينزل لك باذن الله امتحانات برضو اونلاين. ان شاء الله اعلن على المنصه وانزلها لك على المنصه من خلال استلام العضويه بتاعتك. هنسلم طلاب السناتر كلها عضويه. العضويه دي تقدر تفتح لك واجباتك طول السنه، تفتح لك الامتحانات اللي انا بنزلها لك طول السنه بشكل مجاني بفضل الله ان شاء الله، زائد محاضراتك باذن الله هنزلها لك على اليوتيوب وهنزلها لك على المنصه، بحيث ان لو فاتك اي حاجه تلاقيها باذن الله. نعمل شير وخلي غيرك يستفاد، ووري لهم ان الالماني سهل وسهل جدا مع هير احمد ثابت. تشيوس، السلام عليكم.